تشربي حاجة؟ لا تمام، ثانك يو. انت بتعملي ايه؟ بلبس. مالك؟ مفيش، انا كويسه، انا تمام. طب وليه مستعجلة؟ انت كويسة؟ انا كويسه. طب ليه عايزة تمشي بدري؟ الجو كاتمه هنا فعشان كده عايزه. افتح بالكم؟ لا لا تمام، انا كده كده عايزه اخرج اشرب سيجاره هسبقك تحت وانت حصلني. مدام هالة، مدام هالة، ايوه. في حاجة ولا ايه؟ اشمعنى؟ أبدا، شايفك بس مركزة زيادة شوية. يلا بينا، انا جاهزه. مين علمك العوم؟ ابويا. فين، في الفيوم؟ كل يوم جمعة كان ياخدني البحيرة الصبح. كان عندك كام سنة؟ كنت صغير يعني، مش فاكر قوي كام سنة. وهو لسه هناك؟ بس انا ما بروحلوش بقالي كتير. انت عارف ان اهل المنطقة بيقولوا ان الشط ده مسكون؟ ما تبصليش كده. انا اعرف الحواديت دي من جده. في مركب غرقت هنا زمان، والاهالي بيحكوا عنها من قبل ما الامريكان يكتشفوها في التسعينات. فبيقولوا لو ركزت مع صوت الريح هتسمع راجل بينده لحبيبته وهو بيموت. هو مفيش هوا النهارده، بس وانا صغيره والله سمعته. مش عايز تصدقني تمام، بس والله سمعته. انا مصدقك على فكرة. بعد ما امي رحلت كنت بسمع صوتها كتير. كانت بتقول ايه؟ يعني الكلام ما بعرفش اميزه قوي، همهمات. الحاجة الوحيدة اللي كنت بعرف اميزها انها تقول لي عمر بصوتها. اظن ان بقية الكلام كان لغة تانية جاية من عند ناس مش موجودين على الارض. ساعات كنت احس انها بتطبطب عليا، تقول لي خلاص يا عمر، اهدى اهدى، ما تتخضش قوي كده. مالك؟ هي الجروح اللي في رقبتك ورجليك دي من ايه؟ انت افتكرتيني ما خدتش بالي. بس انت ما قلتش حاجه ساعتها. بس ما حسيتش ان كان وقت اصلا. ولا وقته دلوقتي خالص. بس اسف على ايه يا عمر؟ اسف على اللي حصل ما بيننا، ولا اسف عشان بتخون مراتك؟ انا اسفه على اللي انا قلته.
مفيش حاجة، انت ما قلتش حاجة غلط. ما كانش قصدي اضايقك خالص. خلاص يا عمر، اللي حصل حصل، او خلينا نعتبره انه ما حصلش. ده اللي انت عايزه؟ اصل خلاص، يعني ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ انت زهقان من حياتك وعايز تقضي وقت لذيذ وترجع القاهرة أخف شوية، فتمام، هديك خط المغامرة. بس صدقني أكتر من كده هتندم إنك قابلتني. ايه لازمته الكلام ده دلوقتي؟ عمر، أنا مش كويسة، أنا عايزة أروح خلاص كده. طيب انا اسف، اسف اني اتكلمت في حاجة ما كانش لازم اتكلم فيها. بس متصورة ان اللي بينا ده حاجة بسيطة، انت مش حاسة بنفسك خالص. روقي على نفسك شوية، انت شايلة هم الدنيا على كتافك وتقوله باين على وشك. هتروحي ازاي؟ عربيتي بايظة. طيب انا هوصلك. تمام، أنا هركب تاكسي. تاكسي ايه بس؟ انا هوصلك والله، ما هفتح بقي طول الطريق. اذا عايزة الموضوع ده نقفله النهارده نقفله، اوكي؟ مش هخليك تشوف وشي خالص. أنا كان عندي ابن، كان غرق من سنتين. كان عنده 4 سنين، يعني كان زمانه دلوقتي عنده 6 سنين. انا اسف، مش عارف اقول لك ايه. كان زمانه بيتعلم القراية. كان بيحب قوي لما بقعد اقرا له في السرير قبل ما ينام، يقعد يمشي ايديه كده على الحروف في الكتاب. ما كانش فاهم ازاي القصص والحواديت وكل التفاصيل دي بتطلع من الكلام المكتوب. كان بيضحك على كل حاجة، كان بيضحك طول الوقت. قضيت سنين بصحى الصبح على صوت ضحكته، افتح عيني الاقيه واقف قدامي ويبص لي وبيضحك. دلوقتي بصحى على بيت ساكت كئيب، وأول حاجة بشوفها لما بفتح عيني اسمه في التاتو اللي على ظهر سيف. بفتكر كل حاجة، ببقى عايزة أموت. عشان كده أنت حاسس إن أنا شايلة العالم كله على كتافي. عشان كده أنا بعور نفسي أوقات، عشان الوجع ده ولا حاجة قدام الوجع اللي أنا بعيشه كل يوم، كل يوم طول الوقت، كل يوم طول الوقت.
مش مجنونة يا عمر. تعبانة قوي.